ده هو بنزا، تاجر بيعيش في عالم غير العالم بتاعنا، وبتكون المملكة اللي عايش فيها اسمها بالوما، والعالم ده بيكون في البشر وأنصاف البشر، ولكن أنصاف البشر بيكونوا مضطهدين في العالم ده ومحدش بيحب يتعامل معاهم. ولكن صديقنا بنزا بالرغم من كده معاملته معاهم بتكون كويسة جدا، وبيكون كل تفكيره إن البشر وأنصاف البشر زي بعض. وفي مرة وهو في السوق بيبيع لأنصاف البشر بيخلص الصفقة معاهم وبيمشي، ولكن فجأة وهو بيتكلم مع المساعدة بتاعته كوين بتحصل حاجة غريبة جدا، وبنلاقيه فجأة اختفى، والبنت بتقول هو راح فين، ولكن صاحبنا بيكون انتقل لعالم تاني. وأول ما بيوصل بيكون في راجل عجوز كده بيرحب بيه وبيعرفه إن دي مملكة يورد السحرية، وبيناديه بالبطل المختار. ولكن الولد مش بيكون فاهم حاجة نهائي، فالراجل العجوز بيشرح له إنهم بيسرعوا أبطال من عوالم مختلفة علشان يساعدوهم يحاربوا جيش ملك الشياطين، والأبطال دول لما بينتقلوا بيجيلهم قوة خارقة، يعني بيكون عندهم قدرات خاصة. والمرة دي الاختيار وقع عليك يا صاحبي، وبعدها بتيجي نصف بشرية وبتاخد ايده وبتحطها على الجوهرة دي وبتقول